حابة أعرف إيه سبب اختيارنا الارت هاوس. احنا لما بنشتغل على ديزاينز عندنا في ال 3 دي للشقق او الفيلا اللي احنا بنشطبها، بندور على حاجات اقرب للفرش اللي احنا حاطينه في الديزاين. فالحقيقه بنروح وبنشوف اماكن كتير، بس دايما ارت هاوس بيبقى عنده الحاجات اللي احنا عايزينها. ايه الفرق بقى ما بين ارت هاوس وما بين اي مكان تاني اتعاملت معاه في الفرنتشر؟ بالنسبه لي الديزاين فرق معايا قوي يعني بصراحه، عشان عديت على كذا مكان فحسيت ان الديزاين مختلف عن اماكن تانية. لما تتفرجي تحسي ان الموضوع ماتشنج كله مع بعض. فاهمه قصدي؟ وده ما لقيتوش او ما حسيتوش في مكان تاني الصراحه يعني. طب الذوق حلو والفينش حلو والافكار تجنن، عجباني جدا الافكار. بصراحه من ساعه ما دخلت ارت هاوس انا مش عارفه اشوف حاجه تاني من بعده، يعني اروح مكان تاني لا مش شايفه غير انا عايزه اجيب من هنا. لنا ايه رايك في ارت هاوس؟ تحفه، يعني مكان تحفه جدا. اتعاملت معاه لغايه دلوقتي مرتين، مره مع فرع التجمع، رائع في التعامل، الناس راقيه جدا. اتعاملت مره تانية مع فرع المعادي، خدت من هنا اوضه نوم ومن هنا اوضه نوم. حلو، يعني انا عجباني الافكار قوي 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 الحقيقه. بس يا احمد خالص تعبتك معايا.